بتقدم بالشكر والتقدير لباعث مشاعر الود والاتصال والحب في الهيئة منذ أن تقلد منصبه إلى الآن، الدكتور أشرف زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة. ليس مبالغة، ولكن أنتم تعرفون ما قدمه للعاملين خلال الفترة الوجيزة اللي شرفنا فيها وسعدنا بيها وحسيتوا بيها من أقصى الجمهورية إلى أقصى الجمهورية. الحقيقة كل الناس حسوا بشكل من أشكال الحب والتواصل ما بين العاملين، ودي شكل عضت فينا وأرسى فينا مشاعر من مشاعر الحب، مشاعر الأخلاق الجيدة التي نتمناها في كل قيادي وكل إداري وكل مسؤول عن العاملين في الهيئة. كل الشكر والتقدير على كل المزايا اللي تفضل الأستاذ حسن عبد الرحمن بتلاوتها علينا دلوقتي. الحقيقة يعني ما شفناش الكلام ده في فترات بعيدة، وده تطور طبيعي لكل ما قدمناه من عمل وجهد. ده تقدير طبيعي لكل ما قدمناه من عمل وجهد. والحقيقة في هذه الآونة بنحصد أو بنحصل محصلة ما قدمناه وشقينا وتعبنا، وكل العاملين في أنحاء الهيئة بذلوا كل الجهد، وكل اللي بيحصل دلوقتي من قرارات هو تقدير ووعي شامل وكامل بالأصول التي يجب أن تسود بيننا. عملت شغل بتقدر عليه. الإدارة حريصة جدا على تقدير كل مجهود بيبذل في كل مناحي الهيئة. بصينا أو الإدارة بصت على المؤقتين، وده نهج ما حصلش في أي هيئة حكومية قبل كده. بكل الشكر والتقدير بالنيابة عن كل العاملين المؤقتين في كل المزايا اللي توصلنا ليها الآن، وهي مساواة كل العاملين المؤقتين بالعاملين الدائمين في كل ما بياخده العامل الدائم تماما. وكل فكرة نتقدم بيها وكل شكل من أشكال إن احنا الإخوة المؤقتين يشعروا بانتمائهم وولائهم للهيئة هيتعمل بنفس الروح وبنفس الصيغة اللي بتتم حاليا. ومن ضمن ما عرض في مجلس الإدارة، يعني أنا برضو لازم أقول الكلام ده، أنا طلبت من مجلس الإدارة إنه يعمل صيغة لترقية الإخوة المؤقتين زيهم زي الدائمين بشكل أو بآخر، بحيث إن الإنسان أو المؤقت اللي هو اشتغل سنتين مش هيبقى زي اللي اشتغل 15 سنة، يبقى ياخد شكل من أشكال التميز وشكل من أشكال التقدير، وفي استجابة جيدة جدا من كل قيادات الحقيقة في أي خدمة وأي مطلب بيشعر به العاملين أو بيطلبوا العاملين. طبعا بالشكر بالنيابة عن المناطق اللي هي تضررت من السيول واللي كان حكاية بدل جذب طبيعة جذب العمل اللي تقرر في شمال سيناء. شكل الحقيقة من زمان ولساننا نشف على هذا المطلب، والحمد لله ده يدل على وعي كامل للإدارة وروح إنسانية بتشعر بما يعانيه الموظف في كل حتة. فكل الشكر والتقدير للقيادة اللي فكرت في محاولة إرضاء العاملين ومحاولة تقديرهم بمثل هذه الأمور. اللي بنطلب الحقيقة أما بنلاقي في مشكلة للعاملين، وده دورنا الطبيعي، بندرس كل حاجة. الإخوة في مطروح تقدموا بطلب معروض على سيادة الرئيس، الإخوة في أسوان لهم وجهة نظر معروضة الكلام ده على سيادة الرئيس. فالحقيقة في
يعني اللي انا بطمنكم عليه ان في استجابه لكل مطلب بيقدم لاداره الهيئه، والحمد لله. ودي مساله بنشكر ربنا عليها وبنشكر اداره الهيئه عليها. الحوافز، مبروك الشهر والشهر، يعني الحقيقه حاجه جميله جدا. يعني شهرين في اسبوعين، او ما كملش اسبوعين. الفضل لله ثم لقائد المسيره الدكتور اشرف زكي، الحمد لله.